بتكلم على اليومين دول اللي حكاية الراجل اللي بيقتل مراته ومراته بتقتل الراجل بسبب الغلا. احنا مش هندور على المشكلة بقى ولا هندور على الحسد. الغلا، الحياة المادية، أعباء الحياة بقت كتيرة بصراحة. ضغط على الراجل، ضغط على الراجل، ضغط على الراجل. هو الراجل ده مش هو حديد، يروح الشغل بيشوف أشكال غريبة. بتروح الناس تلاقيها عايزة بتنهش فيه كده عشان تديله قرش آخر النهار. يعني أنا كواحدة رحت العتبة امبارح، أقسم بالله العظيم الشوارع عشان ضيقة. الشباب شايلين العربيات على كتافهم، لا مؤاخذة زي حاجة تانية، شايلين على كتافهم، متعذبين عشان لقمة العيش. هياخد في آخر اليومية، آخر التعب ده هياخد أجرة يأكل بيها عياله في البيت. بيروح بقى يلاقي مراته بقى: انت جبت لي ايه؟ انت عملت لي ايه؟ تروح تتفرج لي على حاجة في التلفزيون، تشوف ياسمين صبري، ياسمين عز، تقول لي انا عايزة ابقى زي دي. فالراجل يضغط من كتر الضغط، من كتر الضغط خلاص بقى. خلاص، هو العمر واحد ورب واحد. انا مش بنقول، بس انا بتكلم ليه بيسألوا الام او الحمى اللي موجودة في البيت. الام تخاف على ابنها، ده لو شافته بيقتلها تقول لك لا انا ما شفتش حاجة. هو في حد بيعذب يعني هو تقدروا تعذبوا الست اكتر ما هي متعذبة؟ اللي ابنها كمان هينعدم. رحمة حلوة، يعني انا بقول لكم رحمة حلوة، كل شوية رحمة حلوة، رحمة حلوة.